السلام عليكم مجددا في القناة. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. وصفاتي ان شاء الله من الوصفات اللي بزاف طلبوا مني، خاصة الحلويات اللي كيخدموا حلوى كيقولوا عفاك سميرة عطينا الطريقة المعتمدة ديالك ديال المعلكة ديال الكاوكاو والكوك. وان شاء الله اليوم لاول مرة غادي نحطها عندي في القناة، يعني نعطيكم الوصفة اللي معتمدة وكنخدم بها. وصفة احترافية كتجي معلكة ما كتنشفش، لا فورم ديالها شاد، الشقيقات ديالها مقادين. ان شاء الله نشارك معكم كل شيء، كتجي اكثر من رائعه، فتابعوا معايا الطريقه. اذا على بركه الله، بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام او ربعه ديال الكاوكاو البلدي داك الصغير، وباش كنخدم كيعطي بنه اكثر على داك الكاوكاو الكبير الرومي. كناخذوا ديك ربعه ديال الكاوكاو كندخلوها للفران حتى كيتصهد ولا كيبدا يتحمر، يعني داك اللون كيكون كريمي او اللون بيج في الكاوكاو هنا، باش كنحيدوا ديك الرطوبه من الكاوكاو، كذلك باش كيعطينا واحد المذاق، لانه كاين اللي كيخدم في المعلكه بالكاوكاو كيطحنوا مباشره خضر وكيدار في المعلكه. انا ما كيعجبنيش هكاك، ما كيعطيش مذاق، ومع الوقت ديك الحلوه بحال انها كتعطي المذاق ديال الغماله في المعلكه، خاصه حنا ما كنطولوهاش يعني في الطياب ما كتطولش، لهذا صهدوا واحد شويه ثم كنطحنوا مزيان مع القشره ديالو. 200 غرام كنطحنها مزيان حتى كطحن مزيان، و50 غرام كنطحنها مهرمشه رقيقه كما كتلاحظوا. غنحتاجوا 150 غرام ديال الكوك النوع الجيد الميدم، كذلك كنطحنوا مزيان. انا هنا كندير في المعلكه الكوك كيكون مطحون، كاين اللي كيخدم بانه كيدير الكوك ما مطحونش، حسب التجربه ديالي الا كان مطحون كيعطينا واحد المعلك، يعني واحد الخليط كيكون معلك، حيت داك الكوك دغيا كيتشرب، وفي نفس الوقت يعني بعد ما كتبقى عندنا المعلكه في الدار اللي كان داك الكوك فيها، فكتسمح للغريبه انها دغيا كيشربها الهواء، كتشرب الهواء. الا كانت الخليط مجموع ومعلك ما كيسمحش ان الهواء يدخل لداخل ديالها، يعني الا كانوا مطحونين بجوج كيعطي نتيجه احسن. غنحتاجو كذلك 2 معالق كبار ديال الكونفيتير او المربى السائله، 2 معالق كبار، قبيصه ديال الملح، 140 غرام ديال السكر كلاصي حتى 150 غرام، انا درت هنا غير 140 غرام ديال السكر كلاصي، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر النوع الجيد اللي كيكون اللون ديالو بني، ماشي داك الكاكاو اللي كيكون اللون ديالو غامق والمذاق ديالو خايب، هذاك بلا ما تخدموا به ما كيعطيش بنه زوينه. وغنحتاجو كذلك 40 غرام ديال زبده حيوانيه، قبيصه ديال الملح، السكر ديال الفاني، ودرت البودره ديال الفاني. ثم غادي نضيف 7 غرام ديال الخميره الكيميائيه، الساشي ديال 7 غرام ماشي 8، واخا راه كاين فرق ما بين 7 و 8، ولكن انا قلت 7 غرام. كنديروا الساشي ديال 7 غرام، ثم كنخلطوا هاد المكونات مع بعض، وغنبداو باضافه ديال الدقيق. المجموع ديال هاد المقادير خدات ليا بالضبط 2 بيضات متوسطين في الحجم، لكن انا غنقول لكم كيفاش غادي نخدموها. في الاول كنطربوا بيضه وحده، كنطربوها كنضيفها شويه بشويه، هي غتهز بيضه في الاكيد، ثم من بعد المرحله الثانيه غادي نضيف صفر بيضه. انا كما لاحظتوا ضفنا بيضه الاولى مطربه كامله، البيضه الثانيه زدت غير صفر البيض، ثم هنا غنبدا باش نضيف بيضه اللي بقى لي، بيضه وحده اللي بقى لي كنضيفو شويه بشويه، يعني على حسب داك الكوك، على حسب المهم على حسب المقادير، ولكن انا في الاخير راه ضفتو كامل. هنا كنضيفو شويه بشويه، خص الخليط يكون معلك وكيتلصق، ما يكونش تاني ناشف وما يكونش تاني جاري بزاف باش ما تفرش لينا في الفران. خاصه انا المعلكه بغيتها تكون رطبه، وفي نفس الوقت تكون لا فورم ديالها شاد، ما تكونش ديك اللي كتفرش لي انا في الفران، لان باقي غنزوقها بالنوغاتين كيعطي ديك لا فورم ديالها زوين في الشكل، وحتى في لومبالاج، وحتى في يعني كيجي شكل ديال البروفيسيونيل. هنا كما لاحظتوا هذا هو القوام اللي خاص يكون كيجي معلك وكيتلصق مع اليد. هنا راه داك بيضه وحده راه ضفتو كامل في الاخير. انا شفتوا الخليط كي خاص يكون كيجي كيتلصق باليد، غادي نخلي تقريبا واحد 15 دقيقه، ثم من بعد فاحنا غادي نكوروهم الكويرات ديال 18 غرام حتى ل 20 غرام. انا درت حجم صغير، درت 18 غرام، واللي بغى داك القياس اللي كيكون العادي ديال دوك الغريبات غيدير 20، انا درت غير 18 غرام. طبعا ملي كنت كنكور هاد الكويرات يديا ما كانوش مدهونين بالماء نهائيا، يعني كناخذ من الخليط كنكور 18 غرام ونحط، وهكذا حتى ساليت. هنا غنجيو للمرحله الاهم، هي ديال التفنات ديال السكر، واللي بزاف في الانستغرام كيسولونا سميره الطريقه كيفاش كيلصق على هاد السكر على الغريبه. اغلب الفيديوهات الاخيره كلهم خدمت بهذه الطريقه،
وان شاء الله نعاودها معكم في هذا الفيديو كذلك. بعد ما كورنا الكويرات ديالنا ديال المعلكه، هنا كنجيو هذه المرحله كناخذوا كل كويره كندهنوها مزيان بالماء ديال الزهر، يعني يكون في واحد كما لاحظتوا يعني كنفزقها كلها شويه بالماء، ثم كنرميها في واحد البانيو اللي فيه كيلو ديال السكر كلاصي سبيسيال، كنزيد معاه واحد معلقه كبيره ديال النشا وكنغرب لهم 2 مرات عاد كنخدم به. هنا راه كان يعني كما كتلاحظوا يعني انا عندي 2 كيلو ديال السكر كلاصي كندير ليها الماء زهر لانه كلوحه في السكر كلاصي كبيره، كنحرك البانيو غادي يكون بلا ما تقيسوش ما ديال ما تقيسوش عفوا السكر كلاصي بيديكم لانه غتفزقوا داك السكر. كنحرك داك البانيو اللي فيه السكر كلاصي وكنغطيها وغادي نخليوها 15 دقيقه بالضبط. بعد ما كتفوت 15 دقيقه بحال داك الماء اللي فزقنا الماء اللي فزقنا به داك الخليط كيشرب داك السكر ديك المده كامله وكيبقى شاد فيها داك السكر كلاصي. وفي المرحله الثانيه هي هذه بعد ما كتفوت 15 دقيقه كناخذ وكنهزو كل كويره معها شويه ديال السكر كلاصي وكنبدا نكور بشويه عيا بحال الا كنعاود نلصق عليها داك السكر. راه كتجي كلها ملبسه بحال شي كويره ديال الثلج كما لاحظتوا. كنضغط عليها بشويه من الوجه ديالها باش كتجي في الفورم ديالها مقاد، وكنحطها في صينيه مفروشه بورق الطهي. يعني طريقه جد يعني موضحه، وهي من يعني كاع الغريبات اللي كتشوفوهم في المخابز كيكون داك السكر كلاصي شاد فيها ما كيتساش وكيجي رائع. عرفوا راه هذه هي الطريقه اللي كيعتمدوها. وبزاف الحلويات اللي صيفطوا ليا يعني التطبيقات ديالهم بهذه الطريقه ديال السكر كلاصي هما يعني كاين اللي كيقول لي اش من نوع، وانا كما شفتوا النوع اللي كنخدم هنا هو ديال الشركه ديال ايكوما فايت وضحت وريته في واحد الفيديو. لكن كاين سيدات اللي خدموا بالسكر كلاصي انواع مختلفه وصدقات لهم زعما هذه المساله. ثم غادي ندخلوا هاد الغريبه ديالنا للفران سخون على درجه حراره 180 درجه، وغادي نخليوها لمده ديال 10 دقائق فقط ونخرجوها. يعني 9-10 دقائق غير تشقق لينا مزيان صافي كنخرجوها. ما تفوتوش 10 دقائق نهائيا وصافي كتخرج من الفران كتجي رائعه جدا. كما كتلاحظوا كما لاحظتوا كيجي لا فورم ديالها قابط في راسو، كتجي مشقه دوك الشقيقات زوينين خفافين مش دوك الشقيقات فاش كتجي مفرشه. ان شاء الله تخرج لكم بحال هكا، يا اما تخليوها هكا بلا تزيين كتجي رائعه جدا، او الا بغيتو تزينوها بالنوغاتين. غنمروا لهذه المرحله الاخرى. بالنسبه للنوغاتين غندير معكم نوغاتين اللي معروفه سهله. في كاسرونه غادي نديروا نفس الوزن 25 غرام ديال الزبده، 25 غرام ديال السكر سنيده، 25 غرام ديال الجليكوز. غادي نخليهم حتى كتطلع فيهم الغليه مزيان. كنحسوا بداك السكر سنيده داب خارج النار. كنضيفوا 50 غرام ديال الكاوكاو كونكاسي. انا هنا زدت معاه شويه ديال الكوك اختياري. صافي كنخلطو مزيان مع داك الخليط ديال الزبده والسكر والجليكوز، ثم كنعمرهم في السيليكون اللي معروف ديال النوغاتين. بالنسبه هنا يعني كنت كنعمر عشوائيا. اللي بغى يعبر يعني شحال غادي نوضعوا في كل حبه ديال النوغاتين فهي 5 غرام. انا كنت كنوضع فقط يعني ميزاني لان انا عارفه القياس اللي كندير في كل وحده. انا غادي نعمر لكم 2 سيليكونات وهي الكميه اللي غتكون يعني مناسبه مع الكميه اللي غتخرج لكم في المعلكه. غنستمروا بهذه الطريقه حتى كنسالي، وغندخلوا هاد النوغاتين للفران على درجه حراره 150 درجه حتى كيولي اللون ديالها ذهبي. وكنخرجوها من الفران كنخليوها حتى كتبرد مزيان. عاد غادي نزولوها من السيليكون وغادي نزينوا بها المعلكه ديالنا، وغادي نلصقوها بشويه ديال الشكلاط لان الا درتو العسله ولا الجليكوز ما كيبغيش يلصق. كذلك ممكن تحطوها غير فوق منها الغدلي مع ديك الرطوبه دغيا كتلصق بوحدها بلا شكلاط. ولكن اللي زربان غادي نلصقها بشويه ديال الشكلاط دايب فوق المعلكه، وكتصبح المعلكه ديالنا واجده. كما كتشوفوا كتجي لذيذه، الشكل ديالها مقاد. ان شاء الله تجربوا الوصفه. بالنسبه لعدد الحبات غتعطيكم 38 حبه، والوزن ديالها طبعا بالنوغاتين غادي تعطيكم 800 غرام. الا ما كانش بالنوغاتين غادي تكون اقل شويه. نتمنى ان هذا الفيديو يكون مشروح وتنال اعجابكم وتجربوه ان شاء الله وتصدق معكم. ما نساونيش دائما تعليقكم الرائعه، ودمتم في رعايه الله.